السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الرضا من الرحمن. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما كل لحظة وانتم بألف خير وسعادة. في بداية الفيديو بشكركم جدا على تفاعلكم طبعا على الفيديو اللي فات، وبشكركم على كل كومنتاتكم، كل الثقة وكل المحبة. ربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي، ولا تحرم منكم أبدا ولا من صحبتكم الجميلة. فيديو جديد معانا النهاردة، مش هنطول في المقدمة لأن معانا موضوعات وكلام كتير جدا جدا عايز يتقال، لكن بالتأكيد ما استغناش أبدا عن دعمكم ولايكات كتيرة قد ما تقدروا. ربنا يخليكم ليا أحلى وأغلى أخوات في الدنيا دي كلها. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، بعد ما كنا عايمين في بحر الخير والكل طالع يقول لك انا بعمل الخير علشان غيري يتعلم مني، كل ده فص ملح وداب، كل ده اتبخر. كل واحد لم طبعا الخير بتاعه وقال لك لا انا اخش الجحر بقى بدل ما اتلم مع الحملة. الخير اللي كان مهنة من ليس له مهنة، الكل كان طالع وبيتاجر بأي حاجة، حبة كبدة في رغيف، شنط رمضان، شنط مدارس، حلويات المولد، مائدة. لكن كل ده راح فين دلوقتي يا جماعة؟ الكل دخل جحر، لدرجة ان دلوقتي كمان في ناس بتتنصل من الخير ده. لا ومش بس كده، ده كمان في ناس ابتدت انها تغير النشاط. على رأسهم مين يا جماعة؟ على رأسهم مدام سمر النديم اللي انا فوجئت بيها امبارح، يعني منزلة منشورة على صفحتها وبتقول الحمد لله حلم كبير كان جوايا من سنين واتحقق النهارده. فبتقول ان دلوقتي بقيت في زهرة مصر فاشون. وشوفوا بقى يا جماعة الكلام بيتغير ازاي والزمن بتتغير ازاي. بتقول لكم الحلم اللي كان نفسي فيه، واخدين بالكم؟ حلم دوت يعني حاجة كانت ملازمة البني آدم وتعتبر من أهم طموحاته. حلم مدام سمر النديم اللي كانت واكلة دماغنا بيه سنين طويلة، وتقول لكم أنا كل حلم الدار إن أنا أكبرها وإن أنا أعمل يعني دار تكون ملكنا، ما نضطرش ان احنا ناخدها ايجار علشان خاطر النازلات ما يطردوش ويرجعوا للشارع مرة تانية. على هذا الاساس تم تكريمها في الامارات وخدت جايزة كبيرة جدا، علشان نتفاجئ دلوقتي وبعد حملة الداخلية. خدوا بالكم بقى ان الكلام دوت مش هقول لكم بعد ما خدت الجايزة من الامارات، لا ده بعد حملة الداخلية. بتقول الحلم اللي كان نفسي فيه ان انا اقدم لبناتنا لبس واسع ومحتشم وانيق يزود جمالهم ويحافظ على سترتهم. نفسي اشوف كل البنات متغطيه ومتحجبه وفخوره بجمالها في خمار واسع وفستان شيك، وده اللي انتم هتلاقوه في زهره مصر فاشون. كل ستايل وكل موديل هتشوفوه عليا هتلاقوه متوفر عندنا. زهرة مصر فاشون مش مجرد براند، دي رسالة، ورسالة قوية ان البنت تقدر تبقى محتشمة وشيك وملفتة بجمالها الحقيقي من غير ما تتنازل عن قيمها. لكن اللي احنا شايفينه دوت هو فعلا قمة التنازل عن القيم. ليه بقى؟ لان طبعا مدام سمر عايزه اقول لكم انها طلعت منهاره وبتزعق جدا في المتابعين بتوعها وبتقول لهم كرهتونا في فعل الخير، للدرجه طبعا اللي يعني عايزه اقول لكم ان لا دي سمعت جامد قوي، لدرجه ان ام جانا طالعه بتعلق على الكلمه ديت واقتبستها منها وبتقول للناس كرهتونا في فعل الخير. اولا احنا عايزين نقول لكم ان انتم لو كنتم بتعملوا الخير دوت خالص لوجه الله وبتتعاملوا مع ربنا ومستنيين منه الاجر والجزاء، عمركم ما هتتغيروا ولا حد هيكرهكم فيه. ليه بقى؟ لان انتم مش واخدينه مهنة، المفروض ان انتم واخدينه تطوع مستنيين الاجر من مين؟ من رب العالمين. تحصل هوجة بقى، تحصل مثلا تحقيقات، تحصل تفتيشات، الحكومة تراجع ورا منكم، ما يهمكمش حاجة ابدا طول ما انتم صح، سواء كان على مستوى البشر او على مستوى رب العالمين. احنا بنعامل ربنا وكل دوت خالص لوجهه، ما يهمناش اي حد في الدنيا، ماشيين قانوني خلاص يا رب. حتى الكوكب كله يجي يفتش علينا، هيهمنا في ايه طالما شغلنا صح؟ لكن تطلعوا كأنكم بتضربوا الناس على عينيها علشان ما يفتحوش وما يشوفوش، ودي تقول لكم كرهتونا في فعل الخير ودي تمشي على ضربها؟ لا والله. ثم ان يعني حضرتك دلوقتي اخدتي مبلغ وقدره اللي كان عبارة طبعا عن منحة من دولة الإمارات الشقيقة، ورجعتي فرحانة بيها جدا وقعدتي تقولي يا رب بس تكفي إن حتة الأرض اللي عندي أقدر أبنيها وأشطبها لحد ما تبقى دار وباسمنا ونلم فيه النازلات ونكتر عددهم. كل ده اتبخر علشان خاطر حضرتك دلوقتي تطلعي لنا يعني بدار زهرة مصر فاشون. الصلاة على النبي، والله الصلاة على النبي في كل اللي احنا بنشوفه. انا عايزة اقول لكم ان الواحد والله العظيم لو اطلق العنان للسانه يعني لا هيقول فيهم ويكفي ويوفي،
لكن حقيقي ما يستاهلوش ان الواحد ياخد فيهم ولو ربع ذنب واحد بس. يعني الناس اللي كانت بتطلع علينا طول الفترة اللي فاتت ديت، وعايزة اقول لكم انهم واخدين الزي الاسلامي وفعل الخير، وتعالوا اتعلموا مننا علشان الناس تعمل زينا وتبقى قدوة للخير وي وي وي. والهبل اللي كنا بنشوفه ده دلوقتي، اول ما الحكومة قالت يا حساب، الخير اتبخر وكل واحد ابتدى يغير النشاط بتاعه. ده هيوصلنا بالكلام للست ام جنى اللي انا النهارده كنت ساطحه على اللايف بتاعها. عايزه اقول لكم انها بالطريقه طالعه تتكلم ان هي لا محدش يسالني يا جماعه، انا فوق مستوى المساءله، انا ربنا بصلي بعين الرحمه، ده انا من يومي شقيانه وانا من يومي مكافحه وعارفين نجيب القرش ازاي. لكن ام جنى طبعا ما شاء الله عليها ذكيه وجابتها لنا بالطريقه، ما جابتهاش وش كده يا جماعه، جابتها من خلال ان الناس بتسالها عن اختها هبه، وبتقول لها اختك فين ومختفيه بقالها شهر وما بتطلعش. المهم انها استرسلت في الكلام وقعدت تقول لهم هي زعلانه مني. لكن تعالوا بقى اشهدوا عليها زعلانه مني ليه. اختي عايزاني اجيب لها شقه تمليك واكتبها باسمها، وان ديت المهموس دوت واخداه من حماتها، حماتها هي اللي اقنعتها وهمست في دي ودانها وقالت لها اختك ربنا مديها والمفروض انها تديكي شقه من الشقق اللي عندها علشان خاطر يعني تتكتب باسمك، ما تبقيش ساكنه في ايجار. لكن يا ام جانا، هو منين بيودي على فين؟ يعني انت منين مش عايزه الناس تستكتر عليكي الفلوس اللي عندك والثروات، وان محدش يحاسبك لان دوت شغلك على الميديا اللي انت بعد باع طويل جدا ويعني طريق كفاح بالصدفة عرفتي ان الميديا بتطلع فلوس وهي سبب كل الخير اللي انت فيه. علشان في نفس ذات الوقت يا جماعة بتقول لكم اجيب لها شقة، انتوا عارفين الشقة في 100 غمر بكام؟ هنا في يعني معروض قليل من الشقق، وده اللي خلى ان سعرها يعلى قوي. ده حتى كمان الشقق الايجار الناس مش لاقياها. يعني انت بتعترفي ان البيوت اللي انت بتجيبيها ديت مش رخيصة، دي باهظة الثمن. ويعني طبعا لازم الحكومة والمحاميين اللي بيطلعوا يقولوا لا احنا بنطالب الحكومة انها تدور ورا الست ام جنى، اللي هي بتحاول تحسسكم دلوقتي يا جماعة ان احنا مش بنغرف من البحر، بل بالعكس ده احنا كمان عارفين قيمة الفلوس كويس جدا. وبتقول لكم ده انا امبارح كنت بحكي طبعا لجانا بنتي على جزء من مشوار كفاح، وبتقول لها ده انا في يوم من الايام لما كنت محتاجة انا نزلت اشتغل، وكنت بشتغل في شقة وبمسح الغرف، بصيت لقيت ان الست اللي انا شغالة عندها قامت ماسكة الخيشة وقامت تصاني بيها في وشي. طبعا زي ما احنا شفنا كده ان الست ام جانا ابتدت انها تعيط وتدمع دموع التماسيح يا جماعة، دموع التماسيح وادب القرود اللي عايزة اقول لكم من ساعة حملة الداخلية يعني والكل قلب قطط وكله عامل فيها غلبان. ويعني مسلسل الشهد والدموع من اول دودو شانل، والله يعني بصوا دودو شانل ديت ابعد ما يكون عن ان احنا نتهمها باي حاجه، بس برضو طلعت امنت نفسها بايه؟ بشويه دموع، وان غزه سايبها هي والولاد، وان خلاص هي مش هتلتفت لاي حد مش عايزها. وانا يعني لما بدي فرص لحد ده من حظك، لكن انا بطلت ادي فرص، وقعدت برضو تعيط في الفيديو بتاعها، والناس بقت تطبطب عليها في الكومنتات. ونفس الشيء امبارح ياسمين، ونفس الشيء الست ام لافا على نفس النهج. طبعا كانت الست ام جنى اللي بكت امبارح وهي بتحكي على الخيشه اللي اترقعت بيها في وشها ايام ما كانت بتخدم في البيوت. عايزه اقول لكم ان انا متابعه الست ام جنى من زمان، انا اعرف انها مثلا كانت شغاله في الطيور، اصدقك لما تقولي انك كنت بتنضفي طيور في السوق ومازن كان شغال في فرن، لكن يعني موضوع ان انت كنت بتشتغلي في البيوت جديده ديت يا ام جنى، لكن مؤثره عندكم ناس هتصدق مفيش مشكله تماما. برضو قعدت تتكلم عن ان احمد ابنها دلوقتي قرر ان هو يعتمد على نفسه. ليه؟ لانها بتقول لكم ان مازن بيحاسبه بالمليم. والله مش معنى ان احنا عندنا فلوس كتير وان احنا بنعمل خير كتير الدرجة اللي بتخلي ابني يستغرب ويقول لي ازاي انت سخية قوي كده في الخير، لكن مع عيالك بخيلة قوي كده، وكل قرش وكل مليم بحساب. فبتقول لكم الدرجة اللي خلته ان هو دلوقتي بيشتغل وبيعتمد على نفسه. ويعني كان مستلف من ابوه 120 جنيه لزوم حلاقه وبعض الطلبات. ابوه قال له قبضت يالا ولا ما قبضتش؟ تعالى بقى رجع لي الفلوس اللي انت استلفتها. عايزه توصلي لايه يا ام جنى؟ عايزه اقول لك ان ابنك مش هو اللي بيشتغل، ده انت اللي بتشتغلينا، انت وغيرك وغيرك. الخير اللي انت بتتكلمي وبتقولي ان انت ايديكي سخيه جدا جدا فيه،
عايزة اقول لكم ان كل ده يا جماعة كلام للاستهلاك المحلي. طبعا الناس قعدت تقول لها طب لما انت خيرة قوي كده ما بتعمليش الخير في اهلك ليه؟ ده بقى بيرجعنا يا جماعة للكلمة اللي اخدتها ام جنى من سمر النديم لما قالت كرهتونا في فعل الخير، لان ام جنى ابتدت تقول لمتابعينها انا كمان يا جماعة كنت بروح وبتبرع لجمعية خيرية. طبعا مش هننساها لما راحت وخدت مازن وجابوا بقى عربية كاملة محملة بالأسمنت، ده غير طبعا نقلتين رملة. وقالت إن البيت دوت دور لرعاية كبار السن واليتامى وهي هتشارك في إنشائه. هي اللي فكرت الناس بالفعل، على الرغم من مطالبات المحامين دلوقتي باستدعاء ام جنى وفحص كل يعني الحسابات البنكية بتاعتها. طب يا ام جنى، التناقض اللي انت بتتكلمي بيه، ازاي ابنك العدوى ان انت ما بتساعديش اهلك وصلت لولادك لدرجة ان اللي خليته يروح يشتغل بره دلوقتي؟ ومنين انت بالسخاء دوت في فعل الخير؟ ولما ابنك بسم الله ما شاء الله راجل اعتمادي كده وقال يا دراعي، اما يعني الاستاذ مازن ما عملش زي ابنه ليه؟ ما نزلش اشتغل هو كمان ليه؟ اعتقد ان من حق كل المحاميين دلوقتي يا جماعه اللي بيشاوروا على بلوجرات بعينهم علشان يتحقق معاهم، اعتقد الناس ديت ماشيه في المسار الصحيح، والناس ديت فعلا بتحاول تحافظ على امن المجتمع. ليه؟ لان الدوله بالتاكيد يعني من غير المحاميين دولت، عايزة اقول لكم الدولة عندها امور كتيرة جدا وقضايا في غاية الاهمية، فهي بحاجة لناس شرفاء زي الناس دهيت انها تبتدي توجه انظار الحكومة للناس اللي فعلا يتوجب ليها المساءلة. اخر حاجة حابة اختم فيها في فقرة ام جنى اللي طلعت قالت لكم كرهتونا في الخير وعمايله، يعني هتوقفوا عمل الخير اللي هو اصلا المفروض انه خالص لوجه الله؟ لا والله، اللي بيعمل لوجه الله عمره ما يبطل الخير، لكن اللي كان واخدها مهنة او سكة او ستار هو ده اللي فعلا ممكن يكره فعل الخير لما الناس تقوم عليه. لكن اللي خالص لوجه ربنا والله لو الكوكب كله وقف ضده هيفضل على مبدأه. المهم يا جماعة معنا طبعا موضوعات كتيرة جدا جدا، كنت حابة ان انا اعلق طبعا على رد مدام ليلى النجار على متابعينها اللي قالوا لها على فكرة انت بتجري بالحالة بتاعت بنتك، وطلعت قالت لهم لا طبعا يا جماعه بنتي مين اللي انا اتاجر بمرضها، لكن مش وقته لان بصراحه معانا موضوعات اهم. يعني معانا لايف مهم جدا جدا لياسمين والمشروع اللي اتكون في ربع ساعه في قعده في لايف، على الرغم ان احنا بنشوف ناس والله العظيم يا جماعة بيحفوا وبيروحوا يعملوا جمعيات وبياخدوا قروض علشان يجمعوا رأس مال ويعملوا مشروعات، لكن ياسمين انا عايزة اقول لكم اللهلوزي عملتها بالدهلكة وهي قاعدة في مكانها كده. يا سلام عليك يا بنتي يا لهلوزية انتي، فيش بعد كده. انا عايزة اقول لكم يا جماعة لا ده لاين جديد من الخير يعني فاق ملاف. امبارح في اخر اللايف بمجرد ما استقرت على فكرة للمشروع بتاعها وان جزء منه هيبقى للخير ازدالات الخير، ابتدت فعلا التحويلات تهل على ياسمين وهي قاعدة في اللايف بقت تقول لنا ده في تحويلات جايه لي يا جماعه. طبعا هي قالت ان التحويلات ديت علشان خاطر هي كانت بتتكلم هي وضاني وبتقول له على فكره ده الاستيكرات دي كلها نازله على قناتك على اساس ان هم كده بيجاملوها، ان ما تزعليش يا ياسمين امسحي دموعك يا امال، لكن بالتاكيد جزء منها جاي يعني كمساهمه في المشروع بتاع ياسمين. يعني في قعده واحده وقبل ما تخرج من اللايف كانت لمت راس المال. المهم طبعا يا جماعه امبارح لايف ياسمين كان دسم جدا ومليء بالاحداث، على راسها طبعا بكت. ما هو دلوقتي كل يعني اللايفات والفيديوهات برعاية البكاء، بس أول مرة أشوف واحدة يا ياسمين المفروض إنها بتعيط وكلنا بنعيط، يعني حاجة من الاتنين، يا حسرة يا ألم يا وجع، حاجة يعني من التلاتة ديت يا جماعة. فبيبقى مضروب على دماغه ومضروب على عينيه، مش فايق ان هو تبقى عينه على الشاشة والاستيكرات يا ياسمين وردة فعل المتابعين في الكومنتات. لان امبارح ياسمين يا جماعة كانت بتعيط على الجاف، ده نوع جديد من انواع العياط على فكرة، عياط على الناشف كده وبتعيط وعينيها راشقة في الكومنتات. يا لهو عليك يا لهلوزية. المهم يا جماعة كانت بتحكي طبعا على ان يعني الناس داخله وبتقول لها ازاي تقاطع الست فاطمه 11 يوم، حرام عليكي دي ما تستاهلش منك كده. قالت لهم يا جماعه خلوني ساكته احسن يا جماعه، ده انا في امور كتيره جدا مش عايزه اتكلم فيها علشان ما نشمتش فينا الناس اللي مش عارف ايه. وانا مش عايزه اكرر كلام ياسمين بصراحه يا جماعه، ما بحبش الاساءه اصلا ولا الغلط. المهم طبعا
فياسمين عملت نفسها ان هي بتضغط على نفسها جدا مقابل ان هي يعني ما تضحيش ولا تبيع بحد من اخواتها مقابل تعلية ريتش، وان اهوت يا جماعه انا هحطه في قلبي واضره. فعيطت بقى وعملت ان هي انهارت، بس ما شاء الله عليها يا جماعه كانت راشقه في الكومنتات لحد ما بصينا لقينا ان الست فاطمه طبعا خدت بعضها وطلعت لها وطيبت خاطرها وقالت لها تندموا على كل الايام ديت يا ياسمين، ان انا كنت معاكم وانا اللي لماكم ومفيش داعي لكل دوت. ابتدت طبعا ياسمين تشهد بطاطا والست ام وليد ان هي اخت واخت كويسه جدا، وقعدت تقول طبعا يا جماعه لما بيكون يعني حد من اخواتي كده متضايق تعبان بوصم عليه واقول له تعالي نطلع لسعاد، وخلي بالك من محمد ده علشان خاطر هو ما معهوش واحده ست ممكن يكون اعصابه تعبانه وبتفلت منه. وكنت بصيها كمان على هدى بالرغم من خلافنا، وكان عندي الواد سليم ولما عرفت ان هدى تحت قلت له انزل سلم على هدى وبوسها. ده غير ان انا يا جماعه مش عارفه كنت في هايبر واشتريت بعد كده يعني هدايا بقى للبيبي بتاع هدى وشايلها لها وعاملاها مفاجاه، حتى ما كلمتش متابعيني على الحاجات دي كلها. ده غير طبعا معاملتها اللافا ومش عارف ايه. المهم طبعا تم الصلح وكله تمام التمام علشان بعد كده ضني يشاركها اللايف. شفنا طبعا كان في كده بعض المناقشة ما بينها وما بين سعاد، ويعني بيحركوا المشاعر بقى، يعني بطاطا بتحب مين اكتر وبطاطا بعتت لمين الكرنبة متوضبة لكن انتي جاتلك سليمة يا سعاد. سعاد طبعا دماغها اكبر من كده بكتير وهي عارفة ان هم بيهزروا، لكن نقطة تانية اتكلموا فيها بهزار لكن قلبت جد، ألا وهو المشروع اللي ياسمين بتحاول إنها تعمله علشان خاطر المنصة مش مضمونة. المهم قعدت تتناقش طبعا مع ضني، طب نعمل كذا طب نعمل كذا، وهي تقول له لا هو يقترح حاجة تانية، لحد ما رسيوا على إن هما هيجيبوا اغراض ويبيعوها. اللي شجعتهم على كده طبعا المتابعه ميمي اللي قالت لها ياسمين هاتي عبايات واسدالات وانا هشتري منك باي كميه. عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه النوعيه ديت من الداعمين انا نفسي اعرف بيجيبوهم منين، وكلهم نسخه واحده كده، كلهم عندهم القابليه بان هم يضحوا باي مبالغ ماديه، وان كل الارصده البنكيه بتاعتنا نحولها لكم بضغطه زر لمجرد ان انتم مشاهير واحنا بنحبكم. يعني كلهم لاغيين عقلهم لكن مفعلين صوابعهم علشان تعمل لكم التحويلات البنكيه. سبحانك ربي. المهم طبعا يا جماعة ياسمين طبعا قعدت تقلبها في دماغها كده مع متابعينها وقالت طب وليه يبقى عبايات بس، ده انا ممكن كمان اجيب لكم مفروشات وانزل افصل لكم الملايات اللي انا بعملها في الوكالة. وهوب طقت في دماغ ياسمين الفكرة مع ميمي، قالت لها على فكرة مش شرط ان انا اجيب لك الاسدالات وتلبسيها، انت ممكن تشتريها مني وانا انزل اوزعها على الناس الغلابه اللي زي ام وليد اللي ما فيش في امكانياتهم انهم لا يلبسوا جديد ولا يجيبوا اسدالات ولا عبايات ودخل عليهم رمضان. وعشقت الفكره يا جماعه، يعني مش هقول لكم في دماغ الداعمين ولا المتابعين وبس، لا ده حتى يعني لو انت قناتك متراقبه يا بنت ياسمين زي ما في قنوات قالت لك، ده هيبتدوا يقتنعوا ان انت فعلا مالكيش في سكة الغسيل تماما. ده هي ست يا جماعة يعني كل منى عينها ان هم يكون عندهم مشروع ياكلوا منه زلابية. المهم طبعا ابتدت تقول خلاص يا جماعة اي حد عايز يعني يعمل معايا خط خير كده هنعمل لاين بقى ازدالات، وان الناس المقتدره وطبعا لازم يكونوا من بره مصر، وكأن مصر ما فيهاش اي حد من جواها بيعمل خير، الخير بيجي من بره بس يا جماعه، يشتري من ياسمين وياسمين توزع جوه. ويعني بجد تسلم دماغك يا لهلوزية، لان بجد يا جماعه احنا كده بندي وجهه شرعيه للفلوس اللي جايه من بره انها تخش جوه وما تخرجش تاني، لا في شكل بضاعه ولا غيره. ولو كانت صدفه بتعملها في شكل وجبات ياسمين كده انت بتعمليها في شكل اسدالات، سبحان الله مش هتطلع بقى في شكل بضاعه تخرج للخارج. يعني لو مشروعك صح يا ياسمين وزي ما قالك ضني، طب تعالي نعمل شركه شحن او بلاش يا ستي شحن، ان احنا نعمل زي سعاد الناس تطلب مننا الحاجة نشحنها عن طريق اي شركة في الدنيا. لكن لا يا جماعة ده في فلوس هتخش لكن مش هترجع تاني، ولا في شكل بضايع ولا في شكل اي حاجة في الدنيا. كم انت لهلوزية يا بنت ياسمين وبتقنعينا بالدهلكة، اقسم بالله العلي العظيم. ليه بقى يا جماعة؟
ياسمين لو فعلا بتدور على مشروع، سواء كانت هي او صدفة، الغرض منه ان احنا نجتهد مقابل ان احنا يعني نعمل قرش بقى بعيد عن الميديا. عايزة اقول لكم ان لو ده فعلا يا جماعة غرضهم بعيدا عن التواصل مع الناس اللي عاملين نفسهم ان هم يعني مش هقول لكم داعمين، احنا متابعين لكن متيمين بيكم، احنا من بلاد خارجية وعايزين نديكم فلوس بأي طريقة، احنا عايزين نفضي جيوبنا عليكم. فعايزة اقول لكم من المشاريع اللي كانوا يقدروا يعملوها ابسط حاجة، ابسط حاجة والله العظيم، ومشروع هيشغل العيلة كلها، ان مثلا مكان زي اللي واخداه صدفة في النايل كابيتال، ان هم يعملوا فيه بازار بشكل اسبوعي. البازار ده عبارة عن ايه؟ ان انت دلوقتي عندك قاعات وعندك كمان يعني السطح بتاع السفينة لو هو تبعك، واوبن اير، هيكون حلو جدا جدا ان هم يقسموه طبعا كذا بارتيشن. كل بارتيشن فيهم يا جماعة بيتأجر بالمتر وبالمترين على حسب ما كل عارض بيبقى عايز المساحة اللي تكون مناسبة ليه. بيدفعوا أرضية طبعا على حسب عدد الأيام اللي بيقام فيها البازار. وياسمين اللي بتقول لكم ان انا عايزه اجيب بضاعه واسدالات وعبايات، تقدر ان هي كمان يكون ليها البارتيشن الخاص بيها في البازار، اللي يعني عايزه اقول لكم لو اكتفوا بان هم يعملوه كل ويك اند خميس وجمعه، وبتيجي طبعا سيدات كتيره جدا يا جماعه عندهم منتجات مختلفه، كل واحده بتأجر بارتيشن وبتيجي بالبضاعه بتاعتها، في اللي بتبيع فضه، في اللي بتبيع طرح، في اللي بتبيع شنط جلد طبيعي ومش عارف ايه. عايزه اقول لكم ان ده كفيل ان هو اولا يشغل المركب اللي بقت اشبه ب يعني مدينة أشباح، ما بنشوفش رجل هناك ولا زبائن عندهم في المكان. تاني شيء بالتأكيد العارضين دولت بيقعدوا اليوم كله، يعني من أول الساعة 10 الصبح مثلا لحد الساعة 11 بالليل، ده كفيل ان هو يشغل المطعم عندهم. عايزة اقول لكم ان فوق شغل المطعم والوجبات، ان صدفة لو جابت واحد وقف مثلا بالآلة اللي بتعمل غزل البنات مع الآلة التانية اللي بتعمل زلابيا، يعني شيف زلابيا يقف. عايزة اقول لكم المكان دوت هيكون فعلا مكان فعال، وتقدري ياسمين ان انت من خلاله لو ليكي زباين حقيقيين جوه مصر هيبتدوا ان هم يجولك كل اسبوع في البازار اللي مقام هناك، على اختلاف طبعا العارضين اللي اكيد بيتغيروا، يعني كل واحد بيجي يجرب حظه اسبوع ورا اسبوع، بدل المركب النيلية اللي كانت بتعملها الست ام لافا. فمشروع ده ولا مش مشروع يا متعلمين يا بتوع المدارس، لكن احنا كل اللي احنا بنفكر فيه ان احنا نتعامل مع الناس اللي بره واللي بيدعموهم بمنتهى القوة. ويعني علامات استفهام، انا دلوقتي كواحد مثلا ربنا مديني انا حد ثري وجيبي مليان، إيه اللي يخليني ان انا اكب اللي في جيبي دوت على حد تاني لمجرد ان هو وجه معروف او ان انت حد مشهور؟ في غموض يا جماعة، في غموض زي الغموض اللي كان بيحيط طبعا بكل التيك توكر قبل حملة التطهير. لكن يلا بينا على الست ام لافا يا جماعة، الست ام لافا واجمل عمرة دي ولا ايه؟ اه والله العظيم ايه العمرة الجميلة العظيمة، يعني اللي بجد والله الروحانيات والنزعة الإيمانية اللي فيها يقشعر لها الأبدان. أول حاجة أنا اتخبطت فيها النهاردة الصبح يا جماعة، منتدى للست أم لافا مسكت قناة نقد كده قامت رازعاها إنذار، فالست حسبنت عليها، فطبعا هي ردت عليها وقالت البجاحة في أبهى صورها. بتقول لكم بتحاسبن عليا، يعني مش عاجبها كمان ان انا خبطتها انذار. انا مش مختلفة مع الست ام لافا في ان هي تخبط انذارات، الله اعلم الست اللي انتي اديتيها انذار على قناتها دي كانت بتتناولك ازاي، لان في فعلا ناس ملهاش خطوط حمراء يا جماعة، يعني وبيدوسوا على الخامس. المهم هو كل الاعتراض ان يعني يا صدفة وانتي في المملكة المفروض انك رايحة وبتقولي ان انا متكلفة 200 الف جنيه طبعا يا جماعة. لما كانت واحدة بتقول لها على فكرة انت طالعة العمرة ديت علشان خاطر تسوقي للبهارات، فقالت لها يعني بذكائك كده انا هروح اتكلف 200 الف جنيه علشان اروح اسوق شوية بهارات ب2000 جنيه؟ فيعني في حد يتكلف المبلغ دوت علشان في الاخر وهو هناك يفتح الموبايل ويقعد يتفرج على قنوات نقد ويشوف هيدي مين انذارات ويعدل مين؟ ده اول شيء. ثم انا مش شايفه غير عمره لايت، يعني انا مش شايفه غير اكل وطبخ وتحمير بطاطس في الاوتيل وتقشير بيض في الحرم، وبنات عمالين يصرخوا في كل حته يقعدوا فيها سواء كان في الحرم ولا حتى في اللوبي بتاع الاوتيل. وخدوا بقى عندكم كمان بندي على الناس وعلى قنوات النقد، ده غير الفشار اللي كانت قاعده يعني عماله تاكل فيه بقى هي وبناتها في الطرقه بتاعه الاوتيل، وروحي يا بنتي يا لافا اعملي لك اندومي
انتوا قاعدين فين يا جماعة؟ وفين العبادة؟ بجد والله العظيم فين العبادة؟ واللي فوق كل ده كمان يا ام لافا، بعد ما بتقفلي كم الرهيب من اللايفات والتصوير والفيديوهات، ايه يا ام لافا فين العبادة؟ فين العبادة يا ست الكل ده؟ كل ده بيتكلف وقت. يعني احنا اهوت يا جماعه والله العظيم لا معانا عيال بترضع، ولا معانا 3 اطفال زيها، وبنعمل فيديو واحد في اليوم بأمة الضالين. ما بال حضرتك بقى تخلصي لايف تفتحي التاني، تخلصي اللايف دوت تقومي منزله فيديو؟ بتجيبي وقت ده كله منين ان انت تقعدي تحملي الفيديو وتنزلي عليه الاعلانات؟ فين العباده؟ لكن هنسيبنا من العباده دي، حاجه بينها وما بين ربنا، وربنا هو اللي بيؤجر عليها، مش احنا اللي هنحاسب العباد. ربنا يتقبل منك حتى لو كان قليل يا ام لوفا. لكن خلينا في الكارثه بتاعه امبارح واللي حصلت طبعا في الطرقه بتاعه الاوتيل، والست ام لوفا قاعده بترضع في عارضه الطريق. ده ازاي يا ام لوفا؟ طبعا الناس لما قالوا لها ده في رجاله رايحه جايه، هي في البدايه قالت لهم يا جماعه لا، ان يعني الطرقه فاضيه عليا وانا قاعده فيها انا والبنات وبس، علشان سبحان الله يجي الرد من السما ونبص نلاقي 2 رجاله معديين وواحد تاني بعد منهم عدى هو كمان. ولما الناس طبعا يا جماعه كانت بتعترض في الكومنتات، فالست ام لافا استغربتهم وسخفتهم كالعاده وطلعتهم هم اللي غلط، وقالت لهم يعني عمركم ما سمعتوا عن الساتر بتاع الرضاعة؟ طب يا ست الكل، يعني الإجابة على حضرتك، ممكن حضرتك توريه لنا؟ يعني لو الساتر بتاع الرضاعة مع حضرتك وبتستخدميه قدام الرجالة اللي رايحة جاية في الطرقة، ممكن تورينا الساتر بتاع الرضاعة يا ام لافا على الأقل، علشان خاطر الستات بقى وحديثي الزواج اللي لسه مخلفين جديد اللي ما يعرفوهوش يتعلموا منك. انت ست مدرسة واحنا كلنا بنتعلم منك. لكن الست ام لافا لا معاها ساتر رضاعة ولا يحزنون. يعني منطقيا كده يا جماعة لما نفكر بس كده بكسر من الدقيقة، هنقول ان الساتر بتاع الرضاعة بتاع ام لافا مفيش اي حل اخر غير ان انتي حاجة من الاتنين: يا معاكي بقى اي كوفرتة بتاعت آية يعني بتغطي نفسك بيها كده اثناء الرضاعة، يا اما الطرحة اللي انتي كنتي يعني مرتبكة جدا بعد ما رجعتي الكاميرا مرة تانية عليكي بتعدلي فيها. انا نفسي اعرف هل يا ام لافا هي ديت الساتر بتاعك؟ لكن ديت تعتبر طبعا تاني مخالفه للست ام لافا يا جماعه، بعد طبعا واقعه الآلية اللي جنب سرير الاوتيل. ان ما ينفعش يا ام لافا ان انت تكوني ست مسلمه ومحتشمه ولسه مخلصه الاعتمار بتاعك وتقعدي ترضعي في عارضه الطريق. ما يصحش ابدا. حتى لو معاكي ساتر، المفروض ان الساتر بتاعك هو غرفتك اللي تسترك انت وبناتك، لانكم كوم لحم، كوم لحم، والمفروض ان انت دلوقتي المسؤولة عن الرعية ديت. لكن فين بقى العرباوي هنا يا جماعة؟ فين العرباوي اللي طلع لنا كده بمنتهى الشموخ، ويعني مش قابل بقى ان حد يقول على مراته انها هربت، لكن حضرتك قابل انها تكون قاعدة بره الغرفة بتاعتها بترضع والناس رايحة جاية علشان مجرد بس ان هي معاها ساتر رضاعة؟ فين حضرتك من كل دوت يا فندم؟ والمفروض طبعا ان هو لما يطلع ويتكلم ان احنا نقول الله عليك، الله عليك يا زنت العرب، يا زنت العرب وفخر العرب، زنت الشباب، كيمو كراميلا. عموما لو قعدنا نتكلم يا جماعة 50 ساعة عن اللايف بتاع الست ام لافا امبارح بالتأكيد مش هيوفي كمية النقاط اللي عايزين نعلق عليها. لكن اوعدكم ان شاء الله ان انا هعمل كمالة على فيديو تاني، انتظروني بإذن الله. وبحبكم كتير، ولحد كده اقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.